عم استنى انزل. ايه انزل. انت يا بنت بسمعة الروح، انت مش المفروض تكوني في المستشفى دلوقتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ هما كلمتين جايه اقولهم لك وماشي على طول، انا مش جايه اضايقك. كلمتين ايه تاني؟ الله يخرب بيتك، عايزه مني ايه تاني يا بنت؟ اسمعني، انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا حصلت النهارده لازم تعرفها. يا بنت اختي بتتجوز وناس مستنياني جوه، عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه؟ يا عمر والله العظيم لازم تعرف، في حاجه غريبه قوي حصلت لازم تعرفها. حاجه ايه؟ حاجه تخلص. يا نهار اسود. ايه؟ يا نهار اسود. مين دول؟ مرات الله يخرب بيتك. عمر. سبحان الله. الله يخرب بيتك. انكل حافظ. يلا مبروك، باي باي. يا اخي حرام عليك، كانت نازله تدور عليك. المصايب لما بتهل بالجمله. مصايب ايه؟ في مصيبه غير اللي مشيت؟ في مصيبه جوه، مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ لمار، 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 عايز ايه؟ هنقعد نجري ورا بعض. في ايه؟ لازم تفهمي الصح، انا بنتها صدفه. صدفة كترت كتير قوي على فكرة، لدرجة انها بقت مكشوفة يا عمر. مكشوفة ايه؟ هي اللي مكشوفة، انا بكلمك بجد، انا داخل لقيتها في وشي، اعمل ايه يعني؟ ما تعملش اي حاجة، اكيد مش هنقف نتكلم هنا واختك مستنياك جوه. تخلص ليلة الفرح ولينا كلام تاني يا عمر. بلا تاني بلا تالت، مفيش تاني ومفيش تالت، الموضوع صدفة. اهدي بقى وروقي. لمار، لمار. عمر بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب يا اخوي احسن تتكفي على وشك. يا بنت القماشه اللي انت لابساها دي فيها بنت، انت كمان عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه افطمك على الفول. فوله؟ الحكيم احنا الستات عاملين زي بخار الميه السخنه، نعمل شبوره، نعمل عين، تداري الباب بحبه هوا، ندوب ندي ونصير على ما فيش. علم الانسان ما لم يعلم. المستشفى دي انا دافع فيها دم قلبي، واللي اسمه عمر ده واقف لي زي الشوكه في الزور. لو قدرتوا تخلصوني منه حلاوتكم هتبقى اكبر مما تتخيل. انا كلمت خلوصي ورسيته على الدور كله. وانا اندرستاند كل حاجه حضرتك. بصوا بقى، احنا الشهر ده بنقفل حسابات المستشفى. عايزه ما يبقاش رجلي، عايزه يبقى طول الوقت عايش في دوامه، مش دريان ولا رايق احنا بنعمل ايه ولا الحسابات فيها ايه ولا بتتعمل ازاي. دي حاجه فيري ايزي يا بروف، نلعب معاه الدنيا ونروشه. بعد ما نروشه بقى عايزين ندور له على حاجه نمسكه بيها من رقبته. بالنسبه للحكايه دي ما تقلقوش، عندي بشاير الحكايه دي. كله بحسابه يا دكتور. مش هنختلف يا نياز. واحنا اني تايم. المعلومه اللي عندي لو مراته عرفتها ممكن تطلب الطلاق، وده بقى نص الحكايه. والنص التاني؟ النص التاني انه يشك فيها وما يرضاش يطلق. المعلومه تخليها مش طايقاه والشك يخليه يعاند ويدخل الدوامه ويتروش اكتر. اصلي وسعادتك تخلص حساباتك على اقل من مهلك وتقبض. بعد كده بقى ندور له على شغلانه تانية تخلصنا منه. ممكن مثلا نعلي عنده حكايه الشك دي، نوصل لغايه اخرها. مين عارف، يمكن يتجنن او حتى يخلص من مراته. وكده بقى بروف يبقى عمر داخل على الفينش على طول. بالظبط، وهو ده الكلام. ما تقلقش يا بوس، اعتبر الموضوع ضن. وبالنسبه للبريزه، لا 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 لا، باريزه دي ريدي على المفتاح. فرجيت انت باريزه، خليها عليا انا. اسمع يا فضل، انا عارفه اللي انت فيه كويس وقلبي معاك، بس لو عايزني اساعدك لازم انت كمان تساعدني. انا عارفه ان موقفك زي الزفت، بس انا بقى عندي الحل اللي يحل لك كل مشاكلك ويخليك تحقق كل اللي بتتمناه وبسهوله انت ما تتصورهاش. عدي عليا في البازار وانا هقول لك هنعمل ايه. سلام.
يا هلا يا هلا بالعريس، اهلا. امال فين عمر؟ نازل حاله في ايد العروسه، تعالى. شكل الليله دي داخل على غمقان. صح، حتى القبطان خش من غير لا احم ولا دستور. ومراته قبله دخلت سكتي على فوق. ولو بس احنا التلاته لازم نكون ايد واحده. لازم نقوم بدورنا المنشود. ما احنا قمنا بدورنا المنشود وغنينا ورقصنا في كتب الكتاب. كتب الكتاب ده انت فريح على القد، انما الليله دي الفرحه الكبيره. بقول لك ايه يا رزه، انا عاوزك تجهزي بس ارقصي بأدب، هزيها بس داريها. حشمه وحياتك وفي منتهى الادب، بس لما تنزل العروسه مراتي. راجل هنادي انت يا بابا. بابا بتعملي ايه؟ عايزه ايه؟ ما تروحي تستعجليهم، شكلنا بقى وحش قوي. استعجلهم ايه؟ حاضر يا ستي، نشوف اخرتها معاكوا يا ساتر. رايحه فين يا نادي؟ ايه ايه يا حبيبتي؟ طالعه نادي الست، الناس بتستعجلها. لا يا حبيبتي، هي مستنيه عمر وهينزلوا مع بعض دلوقتي على طول. اصل الست سما هي اللي قالت لي استعجلها. يا ستي هي اللي طلبت مني، محدش يطلع لها. انا مالي يا ستي، انتوا حرين، ان شاء الله يدعوا في بعض. يدعوا؟ انا قصدي يتحرقوا. كملوا كملوا. لمار انت مالك واقفه بعيد ليه وساباني لوحدي محتسمه على المعازيم؟ وفين عمر؟ هو بيعمل ايه كل ده؟ عمر فوق بيغير هدومه ونزل حاله. هو انت قلتي له حاجه؟ حاجه ايه؟ وليه بتقولي لي كده؟ اصله جه يعني على طول وطلع من غير ما يتكلم مع حد وايه؟ هي ايه الحاجه اللي قلقاكي يا سما؟ مفيش حاجه اصلا خالص. انا هروح بقى اشوف المعازيم. سما، على فكره صاحبتك كانت واقفه بره مع جوزي يا عمر، صدفه. دلع. ايوه بقى. شايفة؟ كل الناس بتبص عليكي بتقول ماشية مع قمر. يا اخويا برعة ملخ، ما تأنجزني هذا الامور. اهو. عمر، ايه اللي اخرك يا حبيبي؟ انا كنت هتجنن عليك. انا اتصلت بيك كتير قوي على الموبايل، ما كنتش ترد ليه؟ انت عارف انا كنت هنزل ادور عليك. عمر انت كنت فين؟ موجود. موجود ايه؟ اصل انا حالفه اني مش هنزل من الاوضه قبل ما تيجي. هو ما ينفعش اصلا تنزلي قبل ما اجي. النهارده يعتبر اول عروسه ولازم تنزلي ايدك في ايدي. مالك يا عمر؟ مالك؟ تينا انا انت ايه؟ في حاجه؟ تعبان؟ في حاجه؟ مفيش ازاي يعني؟ ده اللي ربى خير من اللي اشترى. في ايه يا عمر؟ في كلام عايز تقوله لي وانت حابسه على لسانك ليه؟ في حاجه؟ على لساني ايه؟ احلى كلام، ده احلى عروسه. يا اخي سيبت اعصابي. طبعا انت منبهر، مش قادر تصدق بقى شكل كده في الفستان والحاجات كده، مش لاقي عليا ولا ايه؟ قوي. فين كنت مخبيه الحلاوه دي فين؟ بس يا ولا ما تكسفنيش، ده انا ملصمه نفسي بالعافيه. بس عليك يا عمر. انتوا هتطولوا كتير في السفريه دي؟ الله، مش انت اللي حجز لنا كل الرحله ولا انت ايه؟ ايوه طبعا،
ازاي؟ انا قصدي يعني البيت هيبقى مفتوح ازاي وانت مش موجوده؟ حبيبي مفتوح بحسك وبحس اختك وبحس لمار مراتك. برضو انت بتبقي زي سقف البيت كده، احنا بنتغطى بيكي. بقول لك يا عمر، انا قلبي مش مستحمل خالص. اصل انا قلبي كان قلقان قوي عليك النهارده، ومن اول اليوم كده كان مقبوض. من ساعه ما دورت عليك ما كنتش لاقياك. انت مالك يا عمر؟ مالك؟ فرحان عشان انتي مبسوطة. واللي في عينك ده سميه ايه؟ دموع الفرح؟ ابو العروسة. مبروك يا حبيبتي. يلا.
الكذب ليه 1000 وش، والضحكة ما هياش ضحكة، والدمعة ما هياش بكا، كله ملخبط على كله، والناس متلونة، الكلام ملوش حس، والشوف ملوش نظر. ومنين تجيكي السترة وانتي واقفة في الطل صلت ملط، وجوزك على الناصية بيصورك؟ ولا يهمني. يا عيني على الحلو لما يمرمزوا الكشري. كشري؟ ايه الكلام المشطشط ده؟ يا البت هنادي قالت انك مريح هنا، جينا نطمن عليك. لا انا بس لقيت نفسي حران، فقلت اجي يعني اشم شويه هوا. وهو هوا الليل شايله طراطير الطراوه. حلوه حلوه طراطير الطراوه. يعني ايه طراطير الطراوه يا عمر؟ بقول لك يا كشري، انت لو ما خدتش طراطير الكماله دي ومشيت من هنا دلوقتي انا هوريكم. حق علينا؟ حق علينا اللي جايين نطمن عليك؟ فينا يا زاد. يلا فينا يا حبيبتي. اخدك في حضني ودفيك. ايوه دفيني احسن، بردان من طراطير الطراوه. لا طراطير الطراوه جامده قوي. دفه يا اخويا دفه، بكره تعمل لك CD انت كمان. موري، نعم. ما تطلع تنام في اوضه تينا، ما هي فاضيه. ليه يا حبيبتي؟ انا شويه هطلع انام في اوضتي عادي، مفيش حاجه. اوضتك ايه يا ابو اوضه؟ ما احنا عارفين انك مطرود، انت هتمثل. غورة يا بنت، غورة يا بنت اهي. ده يا فيك انت وعمك. لمار اطلع بقى. انا محرمه عليه اوضته لحد ما افهم حكايته ايه. هذا كلام ما يخرج من بنات الأصول. ايوه يا بابا، بس انا تعبت قوي، ما انا بشر برضه. وهو زوجك وله حق عليك يا بنتي. ايوه بس انا حاسه انه إن بعد الظن إثم، والظن هو اللي بيفتح الباب للشيطان. روج يا لمار، روج يا بنتي، وصلي على اللي هيشفع فيك وفينا يوم الدين عليه الصلاة والسلام. لا تخلي الشيطان يوسوس بودك، لا تخلي الشك يلعب براسك. بنت الأصول لا تبيع زوجها عشان الشك أو السمع. يا بابا اللي بيحصل كتير قوي قوي. يوم ما نتأكد لنا صرفة إياه. يا سلام يا بابا، هو انا هستنى لما اشوف بعينيا واتاكد؟ إيه؟ كرهتيه؟ ايه؟ لو قلتي هاخدك وياي. قومي يا لمار يا بنتي، قومي اتوضي وصلي ركعتين لربك. يلا يا بنتي قومي، ربنا يهديك. هو انت فاكره لما تنزلي العيل اللي في بطنك ده تبقى حليتي المشكله؟ اللي انت عملتوه ده جريمه، ولو احنا في بلد بتحترم البني ادمين كنت اتحاسبتوا عليها. يعني انت عايز تقولي لو كنت مكانه كنت مش هتخليني انزل بيبي؟ لا انا مش فاهم ايه علاقه السؤال ده بيا؟ مجرد سؤال. ما تحاوليش تخشي معايا في جدل عقيم ملوش اي لازمه، ما تحاوليش تغيري الموضوع يعني. لا يا حسام، انا مش عايزه اخش معاك في جدل عقيم ولا عايزه اغير الموضوع. انا بس بسالك سؤال بسيط. واضح ان التجربه دي بوظت فيكي حاجات كتير قوي يا عفه، ما بقيتيش تعرفي تفرقي بين الناس. بالعكس يا حسام، التجربه دي شالت الغشاوه من على عيني وخلتني اشوف الناس كويس.
بص يا عفة، احنا كده جبنا من الاخر. بصراحة ما ينفعش نكمل مع بعض. عاوز تسيبني يا حسام؟ لا، انت اللي سبتيني وما بقيت لحد غيري. لا يا حسام، انا عمري ما كنت لغيرك. نعم. اما العمر ده يبقى ايه؟ لما اتقبض عليك ظلم زي ما انا كنت شايفه، لما عرفت حقيقة ابويا اللي انت حكيت لي عنها، قابلت عمر، لقيت واحد كداب زي كل الكدابين اللي اتصدمت فيهم في حياتي. قلت ايه يعني، اكدب على نفسي انا كمان واعمل نفسي بحبه وارتبط بيه. بس ما قدرتش اكمل كتير، الموضوع باظ. رجعنا تاني اتقابلنا صدفة، قلت يمكن ربنا حطه قدامي علشان خاطر افش غلي من اللي عمله فيا ومن كل اللي اتعمل فيا زمان. فقمت وهمت بقى ان البيبي ده ابني وشايلته ذنب البيبي. اما اللي في بطنك ده يبقى ابن مين؟ انت لسه بتسأل يا حسن؟ نعم. اللي في بطني ده كان ابنك. ابني؟ خش يا برازر، خش اكتب رجلك اليمين. ايه ده كله، ايه ده كله، ايه ده كله؟ يا حلاوه يا حلاوه، دي البليه شكلها لعبت على الاخر والدنيا اتضيرت واديتك وشها. جرايه يا باريزه، انت جايه تنق يا اختي ولا ايه؟ هي ايجار صحيح، بس بعد الهبره الكبرى ان شاء الله هتبقى ملك. هبرة ايه بقى؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمه دي؟ هبره ايه ما انت عارفه اللي فيها. صاحبك كده شكله لا هيدفع ابيض ولا اسود. الله على الكلام اللي يزعل. ليه بس يا برازرس؟ الدنيا متشقلبه معاه على الاخر، وشكله كده مقير مع مراته وشغله في النازل، ومن كتر البلاوي اللي هو فيها اللي هو لا همه سيدي ولا دياوله. ده لولا ان عمه قافش فيا كان زمانه رماني من زمان في الشارع. اللهم صل على النبي عليك يا خروس يا اخويا، كنت انا عندي نظره بعيده قدام وانت ما كنتش مصدقاني. براني دي؟ والله يا اختي ما انا عارف، بس هي غاليه يعني. بقول لك ايه، الشقه موجوده، نتلم بقى ونتجوز. هيحصل بس قبل ما ده يحصل عايزين نسقسق الاناني ونلضم الفتله نعمل لنا بيها شرز تدفينا في الايام المالتي دي يا اختي. بقول لك مش هيدفع. انا عندي اللي يدفع اكتر منه بكتير. خيتني يا زيدي، انا مش داخله فيها يا خلوصي. حفرتي قبرك بايديك يا حلوه. ايه ده؟ انت هنا؟ انا هنا وهناك وفي كل مكان، ومطرح ما عاوز اكون تاني يا خلوصي؟ تاني وتالت ورابع، ما دام انت مقفلاها ومش عايزه تفكيها يا باريزه يا اختي. وكل قفل وله مفتاح، وانا كل المفاتيح معايا، ولو ما تعادلتيش ونفذت المطلوب يبقى نقرا عليك الفاتحه يا برزرز. نقرا. انا تحت امركم. ما كانش ابنك يا عمر. ليه عملتي فيا كده؟ ليه اذيتيني كده ليه؟ في يا دكتور؟ اطلعي بره بره. حاضر مش عايز حد يدخل عليا. حاضر بره. كنت هتجنن وانا مش عارف ابني ولا مش ابني، حامل اصلا ولا مش حامل، محتار وبسأل نفسي ليل ونهار. ليه عايزه تنغصي عليا حياتي؟ ليه عايزه تخربي بيتي؟ انا عملتلك ايه لكل ده؟ مش عارف عملت ايه لكل ده؟ انا ما ضربتش حد على ايده عفة، ولا عمري غصبت واحده على حاجه. صح يا دكتور عمر، بس قولي بقى، لما توهم كل واحدة ان هي حب حياتك وان هي الدنيا بالنسبة لك، وفي الاخر هي كده بالنسبة لك ليلة وهتعدي، ايه؟ ما عملتش حاجة؟ لما تسيب كل واحدة ومحسسها ان هي فيها حاجة ناقصة تخليك تروح تبص على غيرها، عادي كده بتسيبهم؟ ولما تجري ورا دي وتعشم دي بالحب ودي بالجواز، في الاخر تسيبهم مدبوحين، دي مش اذى يا عمر؟ يا زيدي، انا عمري ما كان قصدي اني اذي حد. انا كنت صادق مع كل واحده وكل احساس حسيته. مش ذنبي بقى انه باظ بعد كده. ممكن السبب انا، ممكن السبب هي. المهم انه باظ، والمهم انك
كنت صادق في كل اللي حسيته. ثم انت مش ربنا علشان تحاسبيني.